هم من يرتزقوا من وراء القيام بهذا الدور. يعني دور جبهة التخريب الوطنية ان ما يكونش فيه حد من هذه البلد، من ابنائها، من طينها، من مبادئها، من افكارها يحكمها. لا، يحكمون هم بمرجعية ليبرالية امريكية اسرائيلية اوروبية، وينفذوا اللي هم عايزينه رغم انفنا ورغم انف شعبنا. عشان كده هؤلاء المخربين اللي هم ما عندهمش دلوقتي هدف غير اسقاط التيار الاسلامي، وده اتفقوا فيه مع امريكا والاتحاد الاوروبي، بدليل ان السفيره الامريكيه راحت مقر حزب الوفد في وقت كانت البلد على صفيح ساخن، كانت على بركان. والدكتور عماد جاد قال الكلام ده، قال هي اخطأت، قالت لهم احنا ما حشدناش غير 10,000، لكن لما شافوا الخروج بتاعنا في قصر الاتحادية عشان كده رجعت لهم تاني بقى. خلاص اصبحوا من منظورها قوة جاية تنظم معاهم عشان يسقطوا النظام الاسلامي اللي عايز يخلي البلد دي مرجعيتها اسلامية. احنا بنقول لهم لن يكون، هتفضل مرجعيتها اسلامية رغم انفكم، والايام الجاية كله هيمشي على مبادئ وقيم هذا الشعب. الاعلام غصبت عن عين امه هيمشي على القيم والمبادئ الاسلامية. القضاء، كل المؤسسات هتمشي على قيم هذا البلد. هنلغي لكم قناة التت بتاعت الرقصات، هنلغي لكم القنوات الوسخة كلها، هنلغي لكم المناظر الخارجة عن الآداب، مش هنخليكم ترتزقوا يا خالد يوسف ولا يا غيره ولا يا هيفاء ولا بتاع، مش هنخليكم ترتزقوا على جفا قيم هذه البلد. لن يكون. عشان كده أنا بختم معاك بقى كلمتي ودعوتي. دعوتي اليوم 25 يوم 25 يعلم من كل القوى الإسلامية وكل القيم، كل الشرفاء والأحزاب الشريفة والمواطنين الشرفاء اللي عايزين يحافظوا على قيم هذه البلد من هؤلاء الناس المرتزقة اللي شغالين لحساب أمريكا. يوم 25 حفلات رسمية في جمهورية مصر العربية من أسوان لإسكندرية. كل شريف من شرفاء هذا البلد، الشوارع ما يكونش فيها شبر فاضي، الكلاب دي لازم تخش تحورها، ما يكونش في شارع واحد في القاهرة ما فيهوش مواطن شريف. هو ده الحل يا دكتور عاطف. مصر كلها والصعيد كله واسكندرية عايزين 3/4 الناس تاجي القاهرة عشان نخلي أي ابن كلب يروح عند أي مؤسسة، خلي أي واحد يروح عند أي مؤسسة. جزاك الله. الناس من أسوان لاسكندرية تكون في القاهرة. احنا اللي هنحكم بلدنا، ولا هتحكمها امريكا ولا اسرائيل ولا وحيد ولا حمدين ولا البرادي ولا اي كلب من الكلاب اللي عايزه تسقط الدوله. عاش العمده. مش هيحصل. شكرا استاذ محمد العمده. الاستاذ محمد لحظه بس اللي يخرب مصر يبقى ابن كلب. وانا بقولها تاني، لحظه بس. اللي يخرب مصر ابن كلب. يوم 25 واللي يعتدي على اي مؤسسه ابن كلب. يوم 25 حفلات رسميه. يوم 25 في الجمهورية كلها حفلات رسمية، كل مواطن شريف في الشارع بيسقطوا بعصايته بكل حاجة. لو ما تعلموش الأدب الناس دي مش هتسيبنا في حالنا أبدا، مش هتسيبنا في حالنا أبدا. ولا سلاح ولا حاجة، بالمركوب هيتعلموا الأدب بالمركوب. طيب هنراجع بس. لا مفيش مراجعة. احنا بنقول ايه؟ احنا في ميزان القرآن. المحترم هنشيل جزمته. خلاص صلى على النبي. اللي مش محترم وابن كلب هنضربه بالكلب. يا دكتور عاطف، صلوا على النبي. صلوا على النبي. كل شويه بيطلعوا تخريبه جديده. حاضر. الناس عايزه تعيش يا دكتور. صلوا على النبي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. احنا بس يعني بنشكر الاستاذ محمد العمده على حميته وغضبته وقلقه على البلد، لكن الاستاذ محمد العمده قال غصب عن عين الاعلام. لا، خلينا هنقول غصب عن عين الاعلام. العين غير عين الام، ما تبقاش شتمه يعني، زي ما بنقول لك ضربه على الاعلام ليه راسه. ما تسكت يا عم الحاج. والاعلام ليه يا نشيلها خالص من المطبخ. ده كده ده فيها توريه وكنايه. خلاص احنا برضه لغه عربيه هنشيلها. مش هنشيلها. اما انا قلت لك ممكن غصب عن عينه غير غصب عن الاعلام، والاعلام ليه اللغه بتاعتنا يا عم. نحن في برنامج الميزان والقرآن. احنا بنخاطب مين يا استاذ؟ بنخاطب مثقفين واقل من المثقفين والناس بتوعنا. كلمه ابن كلب او دي برضو بنعتذر عنها ونشيلها. الكلاب لازم تخش جحورها، لازم نشيلها. انما نفس المعنى العام اللي قال عليه ان احنا عاوزين ننزل نتواجد، وهو خاطب التيارات الاسلاميه. هذا الامر محتاج مدارسه، محتاج مشاوره. نعم. اذا اتفقوا فاحنا معاهم، ما اتفقوش فاحنا بنشكر الاخ محمد على روحه وحميته، وبنعتذر عن غضبته والالفاظ الشديده اللي اتقالت.
وكلهم يعني نتمنى ان هم يكونوا معارضين شرفاء كرماء لا يسبوا، واحنا يعني دي رموز في الوطن، وصورتنا الخارجيه هم ماشي. لا انا ما شرفنيش ان يكون طيب رمز نشوف فيديو ما ونرجع. شرفنيش يكون رمز يا ممدوح.